أسعار الحديد اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في مصر وتركيا وعالميا. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو، اشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار. وإليكم في التقرير التالي أسعار الخامات العالمية للمواد الداخلة في صناعة الحديد والصلب. سجل خام الحديد $126 للطن، والسعر ثابت مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. وخردة الصلب المستوردة والتي تصل إلى تركيا سجلت $430 للطن بارتفاع $12 مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. كما سجل البلت الروسي ما بين $543 إلى $553 للطن بارتفاع $3 مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. وإليكم أسعار الحديد التركي المحلي وأيضا أسعار التصدير. سجل حديد التسليح التركي المحلي ما بين $710 إلى $730 للطن، وهذه الأسعار أرض المصانع غير شاملة 18% ضريبة القيمة المضافة. أما أسعار تصدير حديد التسليح التركي فسجلت ما بين $715 إلى $720 للطن، وبارتفاع $23 للطن مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. وفيما يلي أسعار الحديد في مصر للمستهلك شامل الضريبة ونولون النقل. حديد عز 28,000 جنيه للطن، حديد بشاي 28,000 جنيه للطن، حديد المصريين 27,500 جنيه للطن، حديد السويس للصلب 27,500 جنيه للطن، حديد المراكبي 27,500 جنيه للطن، حديد الجرحي 27,500 جنيه للطن. الحديد الاستثماري ما بين 26,000 إلى 27,000 جنيه للطن. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.